السلام عليكم متتبعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس؟ مرحبا بكم معنا اليوم ان شاء الله نصاوبوا الطرطه ديال التفاح. انا ومروه سلم على المتتبعين. السلام عليكم متتبعين، مرحبا بكم معنا اليوم. غنقادو طرطه ديال التفاح كما قالت لكم ماما. عندنا هنا في المقادير ربعه ديال الطحين، نص ربعه ديال الزبده، نص كاس ديال الماء، قبيصه د الملحه وفاني وصفار بيضه. يلا نبداو على بركه الله. غنبداو بالزبده، نحطوها على الطحين ونبسبسوهم، عاد نديرو المقادير الاخرين. يلا مروه بسبسي. بعد ما بسبسنا مزيان ودخلنا الزبده في الطحين، غنزيدو المقادير الاخرين. زيدي لي ماما المقادير. نديرو الصفار البيض، نديرو صفار البيض وفانيليا وقريصه ديال الملحه ونص كاس ديال الماء. ما ندلكوهاش، غير نجمعوها هكا. ندخلو الطحين مع ديك الماء وصافي، ما خصهاش تدلك بحال الصابلي. نزيدو بعد ما دخلنا المقادير مزيان، ما دلكناها ما والو، غنحطوها في السلوفان ترتاح شويه ومراها ندخلوها على الفران. ملويناها بالسلوفان مزيان نخليوها ترتاح نص ساعه باش نطلقوها، تجينا تسالى في الطليق باش نديروها طيب. لما ارتاحت العجينه نص ساعه فرشنا ورق الطبخ وغنطلقوها. بعد ما كترتاح ديك نص ساعه كتولي سهله في الطريق. وملي كنديرو كنفرشوا ملي كنفرشوا بابي كويزين تحت من العجينه كيجينا ساهل في التشكيل ديالها. يعني كنبقاو ندوروها كما بغينا، كنتحكموا فيها وكتجي سهله في الطليق، ما كتلصقش لينا. صافي تنطلقوا على قد المول ديالنا اللي عندنا. ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه. هاكي ماما برافو. دابا من بعد ما طلقناه غنجيبوا المول ديالنا، غندهنوه بالزبده ولا بالزيت المهم اللي موجود عندنا. غنشدوا المول ديالنا غنقلبوا فيه العجينه ديالنا بهذه الطريقه. صافي وغنشكلوها بيدينا بحال هكا، نقدوها على حساب المول. صافي نطلقوها في هذه ونقدو ديك الجوانب ديالنا بحال هكا، نطلعوهم شويه باش نديرو كريم باتيسري تلقى فين تشد لينا شويه، ماشي بزاف، مهم بحال هكا. صافي وغنتقبوا العجينه ديالنا بالفرشيطه وغنديروها في الفران. بركي مزيانه مروه باش تقابسها هكاك، ما خصهاش تنفخ، ما خصهاش تجي منفوخه ياك مروه. علاش حاولوا هاد الجناب حتى هما نتقبوهم بالفرشيطه باش ما تنفخش لينا.
دابا غندخلوها الفران نطيبوها، نشعلوا لها فيها من التحت تبدا يعني تتشد في راسها، عاد نشعلوا لها من الفوق تحمر شي شويه ونخرجوها باش نعمروها. لاباط ديالنا هي كي جات طايبه واجده. دابا غندوزو نصاوبو كريم باتيسري ديال الدار. مروه شنو عندك تما؟ عندنا هنا 2 صفار البيض، غنزيدو عليهم 4 المعالق كبار عامرين ديال النشا، ثلاثة 4، وغنزيدو معمر مزيان، معلقه كبيره عامره ديال السكر، 2 معالق كبار عامرين ديال السنيده. غنحركو هادشي عندنا 3 ديال التفاحات حجم متوسط، ومروه هي كتخلط البيض مع زدنا معاه 2 معالق ديال الحليب بارد، عاد غنضيفوه على نص لتر ديال الحليب عندنا السخون، عاد نخليو البوطه شاعله وهي كتحرك حتى يعقد لينا. دابا من بعد ما غلى لينا الحليب فيضنا الحليب، دابا غتسخوي عليه هذا الكريمه اللي صاوبت وتخلط تبقاي كتخلط حتى ينسجم لينا الخليط، وتبقى البوطه شاعله عليه وناقصين البوطه وهي كتخلط تتعقد لينا الكريمه. بعد ما اخترت لينا الكريمه ديالنا دابا نخلوها على لاباط ديالنا ونديرو التفاح من الفوق. دابا مروه كتطلق لينا الكريمه ديالنا على لاباط باش نديرو التفاح من الفوق. بعد ما وزعنا الكريمه ديالنا على لاباط دابا قطعنا التفاح شرائح، ودابا تنديرو بهذا الشكل، تنعمرو الطرطه ديالنا كامله. دابا غنديروا شويه ديال الزبده من الفوق ونرشوا شويه ديال السنيده وصافي ندخلوها الفران تحمر لينا مزيان. غنشدو الزبده نبقاو نديروا شويه هكا نحطوها غير بحال هكا عشوائيه، يعني غير باش تعطينا داك اللون الذهبي. غنرشوا شويه ديال السنيده من الفوق، سنيده اختياريه اللي بغى يديرها اللي ما بغاش ما يديرهاش. سنيده كتعطيها داك اللون الصفر من الفوق، كتجي ذهبيه. الطاخت ديالنا كي جات ها هي جات محمره زوينه مذهبه. اللي بغى يديرها فرديه، اللي بغى يديرهم الصغار، اللي بغى يدير بحال هكا عائليه، يعني كيبقى الاختيار باش ديروهم صغيورين ولا كبيره بحال هادي. هي جات زوينه، نقطع معكم تشوفوها كي جات وندوقوها ونقول لكم نرد عليكم كي جات في المذاق. انا مولفه كنديرها ماشي اول مره، كتجي زوينه في المذاق ديالها. دابا غندوزو نوجدو واحد العصير باش نرافقوا به لي طاخت ديالنا. عندي هنا 2 تفاحات منقين، عندي 2 بنانات، وعندي واحد 4 الحبات ديال الليمون هذا مندالين، و2 حبات ديال الحامض كنقطعو طرونشيات اللي كان فيه داك العظيمات كنحيدوه منه بحال هادو. انا منقيهم غير هادي بقات لي فالته هنا، كنحيدوه منه باش ما كيطلقوش داك المروريه. صافي كنطحنو كنزيد عليها معلقه ديال السنيده. الحلاوه على حساب الذوق، كل واحد تيبغي الحلاوه يدير مثلا 3 معالق ولا 2، اللي ما تيبغيش الحلاوه كاع ما يديرهاش في مره.
هاد الحامض درتو غير باش ما يخليش ليا. نتوما عارفين البنان والتفاح ملي كيطحنوا تيولي ديك تيكحالو. بغيت ندير معاهم الحامض باش واخا يبقى لي زعما واخا يبقى واحد الساعه ولا شي حاجه ما يكحلش. هادشي اللي درت مع الحامض. غنزيد هنايا طرو ديال الماء، وصافي وغندوز نطحنهم. غنزيد نضيف على العصير ديالي واحد الحبات ديال التمر وحبات ديال اللوز، تا هما عندي هنايا غنضيفهم تا هما مع العصير ونطحنهم. هذه هي النهايه ديال الطرطه ديالنا اللي صاوبنا انا ومروه. العصير اللي عرفقوا معاه ديال البنان والتفاح والليمون حتى هو كيجي زوين، واخا ما فيش الحليب. اللي بغات ديروا بالحليب ديروا بالحليب، انا درتو غير بالماء، ولكن راه كيجي زوين بحال بوا بالحليب. يعني ولا غني بديك التميرات اللي زيدتو ديك هذاك اللوز. اللي بغات دير الحليب ديروا، اللي بغات ديروا بحال اللي درتو انا ديروا بحال اللي درتو انا. نقطعوا واحد المرصو منها باش تشوفوها كي جات. ها هي كي جات. دوك قطعي مروه باش شوفيها كي جات. كي جات في المطق. ها زوين. نتمنى من الله يكونوا تعجبكم الفيديوهات ديالي، وما تنساوش تدعموني بلايكات. اللي باقا ما اشتركت معايا تشترك. وبسلام عليكم، تبقاو على خير، وفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي.